معاك 35,000 جنيه ومش عارف تعمل بيهم إيه، تعالَ أمشّي لك تجميعة محترمة تشغّل لك ألعاب وتشتغل عليها، يالّا بينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا عمر مدكور. في ظل غلاء الأسعار واستغلال التجار، بقى صعب إنك تجمّع جهاز للشغل أو للألعاب أو إنك تتعلم عليه، بس هل يا ترى في تجميعة تقدر تعمل كل ده؟ خلّينا نشوف. النهارده معانا تجميع للشغل بجميع أنواعه وألعاب تقيلة بقى خفيفة هتقدر على كُلّه إن شاء الله. بس قبل ما نخش في التفاصيل، اعمل لايك واشتراك للقناة وفعّل زر الجرس عشان يوصل لك كل جديد. يالّا بينا. هنبدأ بالمعالج. Intel Core i5 13400F بييجي ب10 كور، 6 أداء زائد 4 كفاءة و16 ثريد، بييجي بسرعة 2.5 جيجا هرتز، بيوصل ل4.6 جيجا هرتز. المعالج ده هيكون كافي جدًا، جدًا للمهام اللي محتاجينها سواء لعبة أو شغل أو تعليم، هيسد في كُلّه. تاني حاجة معانا المother board MSI Pro B760ME DDR4 برضه مناسبة لمعالجات الجيل ال13 وبتدعم رامات لحد 64 جيجا DDR4 بسرعة تصل إلى 3200 ميجا هرتز. البوردة دي هتكون كافية للمعالج وكمان لو حبيت تطوّر لأي قطعة. تالت حاجة الرامات Corsair Vengeance LBX DDR4 2 في 8 3200 ميجا هرتز CL16 16 جيجا رام في بداية 2025 يعتبر خيار كويس إنك تبدأ بيها، وده أقل حاجة أساسًا إنك تبدأ ب16 وكده لازم تطوير، لأن الألعاب والبرامج بقت تستهلك أكتر من 16. رابع حاجة معانا كارت الشاشة RTX 4060 8 جيجا GDDR6 هيشغّل لنا ألعاب بأعلى دقة على 1080p وأداء جيد على 1440p. خامس حاجة التخزين NVMe M.2 512 جيجا Gen 3 512 كافيين للنظام والبرامج الأساسية وبعض الألعاب. ممكن بعد كده تحط هارد عادي مثلًا للألعاب أو تجيب هارد SSD وده الأفضل يعني. هارد SSD مع الهارد الSSD اللي إحنا كده حاطينه. الكيس والباور من Zigmatic Hero 2 Air وباور 600 واط 80 بلس وايت. تصميم جذاب مع إضاءة RGB. الباور 600 واط كافي لدعم التجميع بكفاءة. الCPU كولر هيكون من شركة فانتوم HF400 تبريد هوائي مع إضاءة RGB كويسة جدًا. الأداء مناسب للحفاظ على حرارة المعالج تحت السيطرة أثناء التشغيل. كده دي كل التجميعة. نروح للbenchmark ونرجع عشان نشوف السعر النهائي. زي ما شفتوا التجميع أدت أداء ممتاز في الألعاب وهتديك أداء ممتاز في الشغل والمونتاج بإذن الله. وكده إجمالي السعر التقريبي للتجميعة 33,000 جنيه مصري. التجميعة حلوة وممتازة من ناحية الإمكانيات والقيمة مقابل سعر. التجميعة لو عجبتك ما تنساش تعمل لايك للفيديو وسبسكرايب للقناة عشان تشوف تجميعات أكتر. لو عندك أي استفسار اكتب لي في الكومنتات. أشوفكم الفيديو الجاي. سلام.